السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة وصفات من مطبخ هبة. وصفتنا لليوم كالعادة صحية خفيفة جدا، تنفع سناكس وكمان تنفع وجبة خفيفة على الفطار. وصفتنا لليوم بسكويت المكسرات. نبدأ مع بعض طريقة التحضير والمقادير ونقول بسم الله. لتحضير البسكوت أنا بحاجة أولا إلى ملعقتين كبيرة من بذر الكتان. بحط بذر الكتان على محضرة طعام أو مطحنة بن زي اللي تشوفوها هذه، وبطحنها ناعم. أنا طبعا في البداية حطيتها على محضرة الطعام وبصراحة ما انطحنت معايا، فرجعت حولتها للمطحنة حق البن وطحنتها ناعم جدا. حطيتها على بولة ورجعت ضفت لها حوالي 5 ملاعق كبيرة من الماء، طبعا ماء عادي بدرجة حرارة الغرفة. بحط الماء وبقلب إلى أن تتشكل عندي يعني عجينة لينة. بعد كذا بعد ما خلطت بذرة الكتان بحطها على جنب، وببدأ أحضر الشوفان اللي عندي. معايا الشوفان كوب معياره 240 ملي، بحطه على محضرة الطعام. وكمان معايا لوز 3/4 الكوب، بحطه كمان على محضرة الطعام، وبرجع أطحنهم ناعم مع بعض. وبعد كذا برجع لبذر الكتان، بتكون طبعا شربت معايا الماء وصار هذا شكلها زي ما تشوفوا. بحط عليها الآن حوالي 4 ملاعق كبيرة من دبس التمر. طبعا ممكن تغيروه بعسل بلدي يكون أصلي طبعا، أو ممكن نستبدله بسكر ستيفيا عادي. بعد كده حطيتها على جنب كمان. ومعايا برتقالة بشرتها بالمبشرة، أخذت القشر فقط لأني حابة يكون البسكوت حقي نكهته بالبرتقال. بعد كذا ضفت قشر البرتقال للبذر الكتان والعسل اللي عملتهم مع بعض، أو مش العسل اللي هو دبس التمر. بعد كذا حطيت حوالي نقطة واحدة من نكهة البرتقال، وبرجع أخلط كل هذه المقادير اللي حطيتها مع بعض. بعد كذا رجعنا للشوفان واللوز اللي أنا طحنتهم مع بعض وصاروا طبعا ناعمين بهذا الشكل. ببدأ أحط على شوية شوية المقادير الجافة على المقادير السائلة اللي عندي، وبعمل لهم ذرة من الملح، وببدأ أعجن طبعا وما بضيفش أي سوائل. أنا بكتفي فقط بالسوائل اللي حطيتها. ببدأ أعجن بهذا الشكل حتى تتشكل معايا عجينة رطبة وتكون حلوة وبتمسك في اليد كذا. بضيف بعدها أثناء ما أنا بحط الطحين اللي عندي نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وبواصل بحط بقية الطحين وبعجن بإيدي. طبعا أثناء العجن راح تكون العجينة رطبة معاكم وبتمسك في اليد، وهذا طبعا بسبب بذرة الكتان، وكمان بسبب دبس التمر اللي احنا حطيناه. المهم بعد كذا راح نفرش على صاج عندي بورق الزبدة، وراح أجيب العجين اللي أنا عجنته وأقسمه بهذا الشكل. هو مش ضروري إن احنا نقسمه، بس أنا حبيت إني أقسمه علشان تخرج كل البسكوتات اللي معايا تقريبا نفس الحجم يعني. وإذا أنتوا تقدروا تعملوها نفس الحجم من غير ما تقسموا طبعا يكون أفضل. بعد كذا باخذ العجينة وبشكلها على شكل كرة،
ببدأ أضغط الكرة عليها شوية وأضغطها مرة ثانية. معايا طبعا لوز جرشته بهذا الشكل، هو المفروض يكون مجروش بشكل يعني خفيف، ما يكونش مجروش زيادة علشان ما يرجعش زي الطحين. انتوا طبعا ضروري تخلوا بالكم من هذه النقطة، تقرشوا اللوز قليل جدا، يعني تقسموه بالسكين بحيث تكون الحبات كبيرة شوية، ما يكونش يعني تحول لطحين معاكم. وطبعا بعد ما أغمسه في اللوز بحطها على الصاج، وبكمل طبعا تشكيل الكمية كلها بهذا الشكل. بعد ما خلصت كل التشكيل البسكوت، وهذا طبعا شكله قبل ما أدخله الفرن. طبعا كنت مولعة على الفرن على درجة حرارة 170، حطيته على الرف الوسط لمدة 20 دقيقة، واستوى معايا وصار بهذا الشكل بعد ما خرجته من الفرن. طبعا نكهته طالعة حلوة جدا، ونكهة البرتقال مبينة فيه، ويعني مالية البيت، ما أقدر أقول لكم كيف نكهته. الآن معايا ورق زبدة لفيتها بهذا الشكل، ومعايا كمان شوكولاتة 85% كاكاو، طبعا بدون إضافة سكر. حطيتها بهذا الشكل بعد ما ذوبتها على الميكروويف، وبقطعها من تحت، وببدأ أشكل الحبات البسكوت اللي عندي تشكيل خفيف، يعني بعمل على نص البسكوتة تشكيلة بهذا الشكل على شكل خطوط، وبكذا يكون طبعا شكله انتهى، وهذا بيكون شكله النهائي. طبعا طعم وريحة وشكل حلو جدا، اللي يأكل منه ما يصدقش انه هذا طبعا بسكوت ينفع للدايت وينفع كمان لمرضى السكر. هذا طبعا شكله النهائي. طلع بسكويت حلو جدا. هو طبعا مش مقرمش، بيكون جوسي كذا من جوا ورطب شوية، ومن خارج بيكون مقرمش، بس طعمه طبعا رائع لأبعد درجة. أتمنى الوصفة لهنا تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله تطبقوها وتنجح معاكم، وأنا متأكدة أني راح يعجبكم لأبعد درجة. اللي وصل لهنا أتمنى لا يبخل علي بلايك، واللي ما اشترك في القناة كمان أتمنى يشترك. وإلى اللقاء في وصفة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.